السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يوجد تهنئة أغلى ولا أحلى ولا أعز من تهنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهديكم إياها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرادة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. مبارك عليكم شهر رمضان. اجعلوا من هذا الشهر فرصة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا بكم في الحلقة الأولى من السلسلة الرمضانية تحت عنوان مقتطفات من حياة الصحابة. الحلقة الأولى بعنوان إسلام أحد الصحابة. هي مسابقتنا الرمضانية، أجب واربح، يعني اذكر اسم الصحابي تحت بالتعليقات واربح الجوائز في نهاية رمضان. وهلأ خلينا نبلش بالحلقة الأولى. كان أحد الصحابة رضي الله عنه من أبهى شباب مكة حلة وأكثرهم دلالا عند أمه. عندما سمع خبر دعوة النبي عليه السلام لم يستطع إلا أن يسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتقل من الكفر إلى التوحيد، لكنه أخفى إسلامه حتى لا يتعرض للأذية من قومه، ومع ذلك لم يبقى هذا الحال طويلا حتى عرفت أمه خبر إسلامه. فماذا فعلت؟ عزلت عنه ألوان الدلال والعطاء وتعرض للتعذيب والاعتداء حتى يرجع عن دينه والعياذ بالله، لكنه ثبت على التوحيد والإسلام حتى هاجر إلى المدينة، وهناك شارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حتى اختاره الله تعالى شهيدا فيها. نرجو الله أن يثبت إيماننا ويجعلنا من الصالحين. اذكروا لنا بالتعليقات اسم الصحابي. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.